شهدت القمة العربية الإفريقية الأخيرة حدثاً سياسياً لافتاً تمثل في انسحاب 9 دول عربية من الجلسات الرسمية احتجاجاً على مشاركة ما يسمى بجبهة البوليساريو الانفصالية. هذا القرار الجريء عكس موقفاً عربياً موحداً يرفض أي محاولة لإضفاء الشرعية على كيان غير معترف به دولياً، ويؤكد في الوقت نفسه الدعم الثابت للمغرب في الدفاع عن وحدته الترابية وسيادته الوطنية. الانسحاب العربي كان تعبيراً واضحاً عن رفض كل أشكال الابتزاز السياسي ومحاولات زرع الانقسام داخل الصف الإفريقي، حيث اعتبر حضور البوليساريو استفزازاً يتعارض مع مبادئ التعاون العربي الإفريقي المبنية على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وبذلك بعثت الدول العربية المنسحبة برسالة قوية مفادها أن المغرب ليس وحده في مواجهة الأطروحات الانفصالية، بل تحظى قضيته بإجماع عربي واسع يرى في استقرار المغرب ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. الجزائر التي حاولت استغلال القمة لتمرير أجندتها السياسية وجدت نفسها أمام عزلة دبلوماسية واضحة بعدما رفضت غالبية الدول العربية الانخراط في أي مسار يعطي وزناً لكيان لا يمتلك وجوداً شرعياً. ومع استمرار هذا الوعي الجماعي تأكد أن ما يسمى بتقرير المصير لم يعد سوى شعار فقد معناه، لأنه ولد من مشروع وهمي لا أساس له من الواقع ولا من التاريخ. القمة انتهت إلى انتصار جديد للدبلوماسية المغربية التي نجحت في فرض صوت العقل والواقعية، وأكدت أن مستقبل المنطقة لا يمكن أن يبنى على الانفصال أو التفرقة، بل على التعاون والوحدة والتنمية المشتركة. وهكذا أثبت المغرب مرة أخرى قدرته على تحويل التحديات إلى انتصارات، فيما بقيت البوليساريو مجرد كيان وهمي فقد كل مقومات الوجود السياسي والميداني.